السلام عليكم اخواني اخوات زوار متابعي قناه بالفسبور، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو ما غاديش يكون اخباري، فقط غادي نشارك معكم واحد المقطعين ديال اهداف كل من يوسف نصيري بالامس خلال مقابلته في كاس الاتحاد الاوروبي مع فريقه اشبيليا ضد فريق بيس في اندوفن اللي فريق اشبيليه تفوق على بيس في اندهوفن بثلاث اصابات لصفر، وكان نصيري هو المسجل الهدف الاول، هدف جميل. غادي نخليكم مع هذا الهدف، وكذلك غادي نشارك معكم هدف اخر حول اللاعب ابو خلال الذي كل يعني سواء لنصيري او بوخلال صراحه هاد يعني من وراء كاس العالم اللي كان في قطر عفوا. في الحقيقة قدموا أداء جيد جدا، وكل مقابلة كيسجلوا كيعطوا اسيست، يعني اللهم بارك وزيد في ذلك. كيف ما قلت لكم غادي نخليكم مع الهدف اللي سجلوا النصيري والهدف اللي سجلوا ابو خلال. يعني كيبان لك واحد الحس يعني هجومي، وحتى اللاعبين تطوروا بشكل كبير، خصوصا يوسف النصيري، بحيث الهدف الاول كيف ما غادي تشاهدوا انه كان من وراء المدافع، ورغم ان المدافع كان لاصق به وكان يعني حاضي معاه بالدارجه، ولكن من بعد ما تسلم نافاس الكرة يوسف النصيري نسل وسرق الكرة من قدام المدافع وسجل. وابو خلال الى لاحظ اللي غادي كما غادي تلاحظوا في الفيديو نفس الشيء قام به تا هويا، نسحب المدافع اللي كان لاصقه وخلاه هرب من يعني من المراقبه ديال المدافع، ومن بعد من تشد الكره يعني نسل وماركه واحد الهدف جميل. اذا بلا ما نطول عليكم غادي نشارك معكم هذا الفيديوهات ديال الاهداف كل من نصير وابو خلال عفوا. ما تنساوش احبتي في الله تشتركوا في قناه بالباسبور، وكذلك تفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلوا بجديد فيديوهاتنا اول باول فور نشرها. وكذلك ما تنساوش اخواني اللايك ثم اللايك ثم اللايك اخواني، باش تساعدوا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. و